السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الكل في قناة يوميات أم ملوكة. نبدأ كالعادة بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود أحمد. اليوم جبت لكم معايا ماسك تحفون على الآخر باش يخليك تتخلص من الخلايا الميتة bien sûr توا فصل شتاء، وباش يفتح البشرة au même temps وباش يرطبها وباش يخلصك من الهالات السوداء تحت العينين. المكونات هما ساهلين برشا وخفاف ظراف، وطابع جبن خذيت طابع لوندور كاري، معاه مغرفة نسكافيه عادية. نحاول باش نحل مع بعضهم، نزيدهم من كيتة متاع حليب مش برشا، شوية بركة باش الميلونج يتحلى مع بعضه كيف نكاية. الماسك هذا عنده هو مزايا برشا وفوائد عديدة ومتعددة. منها تفتيح البشرة وترطيب زادا البشرة، التخلص من الخلايا الميتة، والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين. تحل الميلانج كيف نكاي يولي كريمي. كي باش نوصلوا للمرحلة هذه تنجم تحطوا على البو متاعك كيما تراو كيف هكايا باش نجرب لكم على يدي. كيما تراو الماسك سوبل على الاخر ماهوش معناه خاثر ولا باش يقلقك معناه باش تحطه على البشرة متاعك كيف نكايا، وماهوش جاري برشا. كما تعرفوا توا فصل الشتاء وباش تكون البشرة ديما شاحة وباش تقلقنا برشا وتاعبة، يلزم الواحد يحافظ على البو متاعو. كل مرة يعمل ماسك هكايا متاع حاجة في الدار معناها ما تكلفش وتكون معناها افيكاس على الاخر وتتحصل على ريزلتا تحفونة تحفونة على الاخر. تخلي الماسك لمدة نصف ساعة بطبيعته هو بيشيحش كنا كي جربتكم على يدي. وكيما كيف كل عادة نجيب لكم كان الماسك التحفون الدلول على الاخر وجربوه ونعرف باش يعجبكم برشا 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 ونحبكم برشا ويعطيكم ألف صحة وبسلامة.